ينفذوها. لكن انت امام موهبه كبيره، انت ما عندكش 10 امام عاشور، ما عندكش 3 امام عاشور، ما عندكش 2 امام عاشور، عندك امام عاشور واحد. يبقى الراجل ده اخده على جنب كده واقعد معاه قاعده تليق باسم النادي الاهلي وتليق باسم امام عاشور وامكانيات امام عاشور، وادي الولد حقوقه، الهيجو بتاعه والاتموسفير بتاعه والشخصيه بتاعته، واخلص موضوع امام عاشور. انما طول ما انا سايب الباب مفتوح، انا بكلم كلام يعني كلام العقل او كلام اللي حاسس ان هو يفيد ويحل هذه الازمه. انما انا اقعد اسيب الباب ده مفتوح للتكهنات والادم وطني وللوكيل وللعروض والاعلانات واللي 5 مليون عقده وادي له اعلان 100، ده يعني موضوع خطير جدا للإعلام مهيب عبد الهادي يدعوه فيه إمام عاشور إلى لو ذراع النادي الأهلي والحصول على مبالغ مالية طائلة ورضوخ إدارة الأهلي لطلبات أمام عاشور المالية الضخمة التي لا تتماشى أبدا مع سياسة الكرة المصرية لا من قريب ولا بعيد، وهو ما سيفتح الباب أمام زيادة ورفع سقف رواتب اللاعبين في ظل أزمة البلاد والتضخم والعملة الصعبة التي تواجه ندرة حاليا. هذا التعليق يفتح الأنظار إلى مدى انتماء الإعلامي مهيب عبد الهاد إلى النادي الأهلي، فهو يعلم جيدا مدى إمكانيات أمام عاشور ويريد أن يكون النادي الأهلي متفوق دائما، وهو ما لم يفعله أثناء أزمة أحمد سيد زيزو، فكان يحمس الإدارة على التخلي عن اللاعب ترك يختار أين يلعب، لكن هو حاليا لا يشعل الأجواء بين إدارة الأهلي وأمام عاشور ويقنعهم بضرورة بقاء اللاعب، فلا يوجد مثله في مصر، وهو ما يتعارض مع مبادئ الأهلي، وآخرها ما فعله مع رمضان صبحي ورامي ربيعة الذي طالب أيضا بضرورة زيادة راتبه بعد أن تم عرض عليه مبلغ محدد وقام بالرفض، وهو ما يفعله حاليا أمام